السلام عليكم، ايه الاخبار يا ابطال؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة اكس جيمر. النهاردة هنتكلم عن واحدة من اكتر الالعاب اللي كانت سابقة عصرها واتظلمت جدا. لعبة النهاردة هي لعبة اي جي اي. بس قبل ما نبدأ ياريت تصلي على النبي واعمل اشتراك في القناة واعمل لايك، عشان لعبة النهاردة هي لعبة جميلة، ناس كتيرة اوي لعبتها. ويلا بينا على الفيديو. اي جي اي لعبة نزلت سنة 2000 وكانت مختلفة تماما عن اي لعبة تانية وقتها. تخيل كده، قبل ظهور كول اوف ديوتي وباتل فيلد بالشكل الضخم اللي نعرفه دلوقتي، كانت اي جي اي بتحاول تقدم تجربة تجسس وتخفي واقعية بمهمات معقدة وبيئات مفتوحة. في اللعبة انت بتلعب بدور ديفيد جونز، عميل سابق بريطاني. مهمتك انك توقف صفقة اسلحة نووية عن طريق سلسلة من المهمات السرية في اراضي العدو. اول مهمة في اللعبة بتكون في قاعدة عسكرية، بتبدأ تراقب المكان من مكان عالي، واستخدام المنظار بعيد المدى بتحدد اماكن الحراس والكاميرات اللي موجودة. عندك خيار تدخل من البوابة الرئيسية وتخاطر، أو تدور على طريق خلفي. لازم تستخدم سلاح الكاتم وتختار الوقت المناسب للهجوم. بتبدأ بأسلحة بسيطة، مسدس بسيط جدا، على عكس الجنود اللي قصادك بيبقى معاهم أسلحة تقيلة. في مهمة تانية بتدخل منشأة لتصنيع الصواريخ، وبتكون مليانة حراس وكاميرات مراقبة. لازم تفصل الكهرباء عن مولدات موجودة في مبنى فرعي عشان تطفي الكاميرات، وبعدها بتتسلل جوه من فتحة تهوية في السقف. لو حد شافك بيتم إعلان حالة التأهب، وبتبقى مطارد وسط بيئة عدوانية. المهمات بعد كده بتتنوع، زي إنك بتخترق مطار عسكري وتسرق جهاز لابتوب، أو بتتسلل وسط قاعدة في منطقة جبلية متغطية بالتلج بدون ما يكتشفك أي حارس. وكل مرة بيكون عندك أدوات محدودة جدا وسلاح كاتم فقط، ولازم تعرف تستخدم كل حاجة وقتها. اي جي اي كانت لعبة فيها تحدي حقيقي. مفيش شيك بوينتس في نص المهمة، كل حاجة بتتعمل على مرة واحدة، مفيش سيف. يعني لو فشلت لازم تعيد المهمة من الأول، وده بيخلي الإحساس بالتوتر والإنجاز حقيقي لما تنجح. ومن أكتر المهمات الأسطورية كانت مهمة ذا ويزر ستيشن، المهمة اللي لازم تتسلل فيها وسط عاصفة ثلجية وتوصل لمحطة الأرصاد الجوية المحروسة بشكل عنيف، وتجمع معلومات سرية من جهاز الكمبيوتر، وكل ده من غير ما تلمس جرس إنذار واحد. بالنسبة للجرافيكس أكيد كان بدائية بالنسبة للنهاردة، بس وقتها كان ممتاز. البيئات كانت واسعة والمناظر متنوعة، من قواعد عسكرية لمطارات لجبال وحتى منشآت نووية. الإحساس بالمكان والهدوء اللي بيسبق العاصفة كان رائع. بالنسبة للذكاء الاصطناعي وقتها كان مفاجأة. الحراس مش مجرد حاجات واقفة قدامك، لأ، كانوا بيسمعوا صوتك وبيتحركوا ناحية الصوت اللي انت بتصدره، ولما بيلاقوا الجثث بيتصرفوا على أساسها. ده خلى فيه إحساس بالواقعية وصعوبة مش معتادة في ألعاب الزمن ده. لكن للأسف اللعبة اتظلمت، ناس كتير ما قدرتش تتأقلم مع مستوى الصعوبة أو عدم وجود إمكانية الحفظ في النص، وكمان مفيش طرق أونلاين، فناس كتير سابوها وراحوا الألعاب أسهل منها. اي جي اي كانت سابقة عصرها، بس الحقيقة قدمت تجربة عايزة دماغ وفيها تخطيط وفيها مخاطرة. ولو اتعمل لها ريماستر محترم او حتى ريميك كامل، انا متأكد انها هتكون من انجح الالعاب اللي هتتحول لترند. لو لعبت اي جي اي قبل كده اكتبلي تحت ايه اكتر مهمة خدت منك وقت طويل عشان تخلصها، ولو لسه ما جربتهاش انصحك تبدأ بيها من دلوقتي. ولو انت جيمر حقيقي او بتحب الالعاب ولعبت لعبة قبل كده حاسس ان الناس مش بتتكلم عنها، وان اللعبة فعلا مظلومة وانها تستاهل انها تاخد شهرة، اكتبها لي تحت في الكومنتات وانا هعمل عنها فيديو عشان توصل لأكبر عدد من الناس وتاخد فعلا الشهرة اللي تستحقها. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. يا رب تكون اللعبة شدتك. قبل اي حاجة صلي على النبي وانزل اعمل لايك عشان اعرف ان اللعبة شدتك فعلا، وياريت تكتب لي كومنت عن اللعبة اللي انت حابب ان انا اتكلم عنها واعمل عنها فيديو، وبإذن الله هعمل عنها فيديو عشان الناس تبدأ تشوفها. واعمل اشتراك عشان يوصلك بقية الفيديوهات، وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار ان انا نزلت فيديو عن لعبة معينة. بالمناسبة اللعبة دي هتشدك،
واستناني في الفيديو الجاي، عشان الفيديو الجاي اللعبة تقيلة قوي. لعبة فعلا انا مستغرب ان الناس ما بتتكلمش عنها. لعبة جامدة جدا. ان شاء الله هتكون في الفيديو الجاي. بس كده، شكرا على المشاهدة. كان معاكم اكس جيمر. سلام.